حبوباتي جيتكم اليوم مع هذا الطبق الجزائري التقليدي. في كل منطقة وش يقولوا له، كاين اللي يقولوا له عين اسبانيولية، وكاين اللي يقولوا له طاجين رخيم، وكاين اللي يقولوا له مومو في حجر امو. هنا في برما عندي نص بصلة ربيتها، وحطيت الحمص، وحطيت زوز مغارف زيت، وحطيت 4 مغرف تاع زبدة، والفخاد تاع دجاج، فلفل اكحل و... ودركا حطيت شويه ملح وراس حانوت. راس حانوت تاعي مشكل فيه البهارات ياسر، يعني فيه انواع ياسر، حطيته يتقلق لا حتى يتبالي لي داك البصل. دركا نمرقاها. دركي نمرقاه البنات، حنزيد نكسر لها لا كولير شويه بشويه بابريكا، شويه معكر احمر باه ما تجينيش هذيك الصفرة خلاه. وحطيت ورقه رند ونغطي عليها ونروحوا نخدموا لا فاخس تاعنا الوحده تاعنا. هنا كانت عندي 500 غرام تاع فيونداشي، حطيت نص بصله كبيره، وحطيت المعدنوس، حطيت عظمه، وحطيت بابريكا وشويه فلفل اكحل وزوز مغارف شابلير، ونخلطوا كلش مع بعضها. ملي شفتوها تاعكم جاتكم جاريه ماهيش راح تتلم لكم، تزيدي مغرف اخرى شابلير. هنا قطعت البابي فيلم اليمونتير، وحطيت كميه ملاحه هكا ونحلاها، وكنت ديجا شرشمت العظام وقشرته، وحط العظمه في النص ونقفلوها. يعني هنا البابي راح يعاوننا في الخدمه مليح. ومن بعد كنديروها هكا نشكلوها على شكل بيضاوي، ونزيدو نغطيوها حتى نكملوا الكميه اللي عندي كامله. انا جاوني 3 كبار ما شاء الله، واللي بقاو درتهم دي بولات هكا نزيدو نحطوهم على صوص. دركا هنايا نحطوهم يفوروا، ولي بولات هذوك نحطوهم على صوص حتى يطيبوا. دركا هنا بعد ما خليتها واحد 15 مينيت من تحت، وزدت قلبتها، ونزيد نخليها واحد 10 مينيت ولا 15 مينيت ونحيوها. انا هنا نحيتهم. دركا في المقله حنحط شويه زيت ونقليهم ونحمرهم مليح مليح كما يحب الخاطر. ودركا هنا نروح نحي هذاك الدجاج تاعي ونحطو لي بولات تاعنا روحايد مومو في حجرهم بعد ما قليناه. ودرك نخليه يغلي مع كل شاكا ونغطيه ونحط مع الورقه تاع الرند ديك الله الله، ونخليه واحد ل5 دقائق وهو يغلي، ومن بعد كنقصوه ونقدموه بالطريقه هذه. دمتم في رعايه الله.